السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آسف شباب عن الانقطاع بعد فترة طويلة. اليوم أعود من جديد وأرجع لكم فيديو جديد. شلون راح تقفل التطبيقات بالبصمة أو تقفلها بالبرنامج. طبعا هذا خاص بأجهزة هواوي، كالأجهزة الحديثة اللي بيها بصمة. بداية يعني إذا تريد مثلا تروح الإعدادات، ويعني على الضبط، آه، وتأتي على بصمة الإصبع وتدخل على أداة قارئ البصمة. طبعا طبعا بعد ما فتحت البصمة، أنا طبعا مخلي لها قفل. راح تجي تقول له الوصول إلى قفل التطبيقات، فقط تشغل هاي راح تنقفل. هسه انا مخلي رمز للتطبيقات يعني ما قافلها. راح تخلي بس الشغل هاي راح تسوي بصمة خاصة بالتطبيقات. اذا ما تريد البصمة شلون تريد القفل الخاص بأجهزة هواوي، تجي على مدير الهاتف، وتروح على قفل التطبيقات. يعني هسه انا حاط قفل، راح تفتح لك يعني مثل طبعا القفل انت راح تختاره بالبداية. هو يقول لك مثل الطقس، هسه انا مخلي قفل رأسا اشغل الطقس اقفله. مثل المعرض، يعني الاستديو، المكبر، يعني بكيفك. اول ما هو يعني تحط الرمز، وبعدين راح يخيرك انت التطبيق اللي تريده تقفله. يعني مثل آلة الحاسبة، راح اخرج واروح الآلة الحاسبة. مثل ما تشوف راح اجي لآلة الحاسبة. آلة الحاسبة ما تفتح، قفلت. بعد ما تضغط الرمز راح يفتح. كل هذا كان معكم زين العابدين للإندرويد. تقبلوا تحياتي بفيديوهات جديدة إن شاء الله.